كلمتين وبس على السريع. لما تكون بتكلم حبيبتك بالليل ولا خطيبتك على الواتس وتيجي تقول لها تصبح على خير وخلاص هتقفل السكة، ما تنساش وحياة ابوك يا شيخ تقفل الواي فاي. لان انت دايما بتنساه مفتوح. بتقوم هي على الساعة 4 تفتح الواتس تلاقيك اونلاين وتلاقي الماسنجر اونلاين. فبيصعب عليها يا اخويا، بيصعب عليها تلاقيك اونلاين. وانا عارفك انت بتبقى نايم، بس بتنسى الواي فاي. فمعلش يعني اعذرني يا اخويا لو انا بنصحك وبقول لك بقفل عشان بس المشاكل اللي بينكم. انا عارفك انت ما بتكلمش حد غيرها والكلام ده كله، فاهمك يا حبيبي. وبعدين الاخ الفاضل المتجوز اللي بيروح من شغله واول ما بيطلع السلم بتاعت البيت يروح عامل الموبايل صامت. بخلي بالك برضه يا اخويا من موضوع الصامت ده، لان في ناس دلوقتي مراتاتهم بتروح رن عليهم والموبايل جنبيه بيشوفوه بينور ويطفي ولا شغال رنات. فانا برضه يا اخويا بنصحك لوجه الله. وبرضه في نقطة تاني برضه صغيرة، حكاية تسجيل الارقام بتاعت البنات باسماء رجالة دي. الموضوع ده يا اخوانا اتلغى من زمان، اتلغى من زمان خلاص. الستات عرفت القصة ديت، فمش عايزين يعني نعمل احراج بيننا وبين بعضينا. بطلوا موضوع الحروف دوت والكلام الهيروغليفي اللي بيتكتب في الاسماء دوت عشان ما تعرفش ان ده بنات يعني بترن والكلام ده كله. لا، عايزين نخف من الموضوع ده شوية، نغير يعني العلم اتطور يا اخوانا في الموضوع ده. والمصيبة الكبيرة لما حتى حد بيرن عليك من الارقام دي وتبقى قاعد في البيت ومراتك تقول لك خد رد، تقول لها لا انا مش عايز ارد، ده انا مش طايقه اللي بيرن عليا. ما انت مش هتقدر ترد في البيت. بتعمل ايه انت يا اخويا؟ بتقعد شوية وبعد كده تروح نازل كأنك راح مع زمايلك القهوة، فاهمني انت؟ واول ما تنزل تروح اول حاجة الصمت ده بتلغيه وبتمسك التليفون تقعد تعمل ايه؟ تتكلم. طب ما يا اخويا تخلي بالك من حاجة، ان ممكن مراتك ترن عليك تلاقيك انتظار. فلما تلاقيك انتظار تخلي بالك انت من حتة برضه تقول لها ده الشغل كان عايزني واضطريت ان انا ارد واتكلم. وانت معلش يعني برضو الشغل بيحتاجك ممكن ساعة انتظار، براحتك بقى الشغل بقى، وانت كده كده نازل تتهوى. مش هتعرف تشتغل ولا تعرف تتكلم في التليفون غير لما تاخد وتدي معاه في الهوا. لكن في البيت مكتوم، في كتمة في البيت، فانت بتستنى النزول لتحت عشان تقدر تتكلم في التليفون براحتك مع الشغل. حبيت بس اقول الكلمتين دول عشان الكلام ده كله من ايام زمان، فخلاص الستات كلها عرفت الكلام ده كله. فاللي عنده اقتراح يا اخوانا جديد لسه نازل السوق يقولوا لاخوه المزنوق، اخوك مزنوق يا ابني شوف له حل يا حبيبي.